السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ امور هانيه؟ كي دايرين؟ بخير. وليداتي الحبيبات، ميماتي الزينات، خواتاتي الفنات، كلشي لاباس عليكم؟ الحمد لله ولله الحمد. نبداو بالصلاه والسلام على الرسول باش ربي يوفقنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اليوم مع فيديو جديد ومع شهوة جديدة في قناتي وقناتكم وقناة الجميع تسنيم الوردي. مرحبا بكم. اليوم شنو الشهوة اللي غنوجدو؟ اليوم غنوجدو بسبوسة بنكهة تانية وبلوغو تاني بحله جديده. فايت ليا وجدت في قناتي بسبوسه بالحامض. الان غنوجدو بسبوسه بالليمون كما كتشوفوا معنا بالليمون. غتجي رائعه ومفشفشه ولذيذه ورطبه، كتشهي وكتذوب في الفم. تابعوا معايا بهذه الطريقه ديالي وجربوها ما غتندموش. عندنا جوج بيضات بالمكونات اللي بداو بهم. عندنا جوج خمارات فاني، دانون. انا دايره ديال الزرع، ديروا نتوما النكهه اللي بغيتو، اللوغو اللي بغيتو، كلشي كيجي مع الليمون صراحه. عندنا 4 كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر. ما نقووش السكر لان ديجا غنديروا لها السيرو حلو ودانون حلو، لهذا لا داعي نديروا الحلوه بزايد. عندنا كاس ديال الليمون والفينو. طبيعه الحال انا كنديرها بالفينو، نتوما بغيتو ديروها بالسميده رقيقه ديروها، انا كتجيني بالفينو كتجيني رائعه صراحه، لا نقاش عليها. تبعوا معايا هاد المراحل وغتنجح لكم 100%، كونوا اكيدين. نبداو على بركه الله. اذا رجعنا لكم من جديد كما كتشوفوا واضح معايا في الصوره. درنا جوج بيضات. دابا غنديروا نص كاس ديال السكر ونطربوا هاد المكونات جيدا كما القاعده حتى لو كان القوام ديالو يتضاعف ويولي ابيض. وديك الساعه نرجع معكم باش نوريكم. انا غنستعمل الطراب، نتوما ديروا الطراب اليدوي اللي بغيتو، كلشي اللي حبيتو. انا غندير هذا باش يسهل عليا الخدمه. نتلاقاو من بعد ما يتضاعف لينا الحجم ديالو. اذا مرحبا بكم من جديد. ها هو من بعد ما طربتوش شفتوا اللون ديالو كي ولا ابيض وتضاعف الحجم ديالو هكا، ناجح لينا بالمئة 100%. الان شنو غنديرو؟ الان غنضيفو الزيت ونخلطو كذلك وعاد نرجعو معكم عاوتاني. الان شنو غنضيف الفاني ديالي. علاش غنديرو دابا ما درتوش في الاول؟ باش كيهرس لي ديك الزفاره ديال البيض. ديرو دابا باش يهرس لي ديك الزفاره ديال البيض، حيت الا درتو في الاول غيبقى الجهد ديالو. لا ما نديرو دابا. وشنو غندير اخر؟ غندير دانون ديالي. وكما كتشوفوا ضفنا الزيت وضفنا السكر وضفنا الليمون. ومع التحريك بطبيعه الحال ما نوقفوش من التحريك. الان غنضيفو دانون. ها هو دانون ديالي، ها هو نديروه كامل. ها هو ما كتشوفوا صافي. ونحرك كذلك جيد كما كتشوفوا معايا سيداتي. ها هو من بعد ما خلطته مزيان. دابا شنو غنضيف طحين ديالي. ها هو زلافه كامله. وغنضيف الخمارات. سمحوا لي كنصور بيد وكنخدم بيد صعيبه شويه ولكن قاده عليها. كذا جوج خمارات. والسر في هاد البسبوسه هذه باش تجينا مفشفشه ولذيذه وطالعه نقيطه خل. ها على هذيك الخماره اللي درناها نقيطه ديال الخل صافي. ونحركوا كل شيء جيدا ونرجع نوريكم القوام المطلوب. دابا كما كتشوفوا وصلنا للقوام المطلوب ديال البسبوسه ديالنا. هي كتجي عاقده. نجيب لكم معلقه باش تشوفوا القوام ديالها. ها هي عاقده البسبوسه، ما كتجينا جاريه، كتجينا شويه هكا ثقيله شاده في راسها صافي. كما كتشوفوا معايا اجيو معايا باش نوريكم شنو غندير دابا. كما كتشوفوا معايا انا عندي غنديرها في مولات صغار، يعني بسبوسات فرديين ماشي بسبوسه كبيره. تقدروا ديروها في مول كبير
وتجي مسبوسه كبيره، ولكن انا غنديرهم فرديين كما كتشوفوا بالطريقه. انا دهنتهم قبل بالزبده ودرت لهم رشيشه ديال الفينو هكا كما كتشوفوا. غنجيب معلقه وغنبدا نعمر فيهم كما كتشوفوا هكا، ونعمروهم هكا. ما نعمرهمش بزاف حتى الفم لان فيهم الخميره، يعني عايده عارفين الحجم ديالهم، لا داعي حنا نعمروهم حتى الفوق. هكذا هكا صافي، عمرهمش بزاف هكا. انا نستمر تنكمل الكميه كامله، نرجع نوريهم لكم كيفاش ولاو، كيفاش عمرتهم كاملين. تلاقاو من بعد. مرحبا بكم من جديد. ها هما من بعد ما عمرتهم كاملين جاو يا سلام الصراحه. ندخلوهم دابا على عافيه مهيله من التحت، شميعه من التحت حتى نحسوا بهم طابو، وعاد نحلوا عليهم ونشعلوا عليهم من الفوق. ما ننساوش ديما الكيكات ولا بسبوسات نحسبوا ليها ساعه ديال المكانه، عاد نرجعوا نحلوا عليهم عافيه مهيله من التحت، ساعه ديال المكانه عاد نرجعوا نحلوا عليهم. نلقاوهم طابو ونحمروهم غير من الفوق صافي، ونخرجوهم. وديك الساعه نزينوهم باش ما بغينا، نقدروا نزينوهم بلا كريم فريش من الفوق. احنا كنبدعوا في التزيين صراحه. انا غندير لهم كريم باتيسي من الفوق مع قشره الليمون، غنحركها ونزوق بهم هذاك من الفوق، ونرجع نتلاقى معكم من بعد باش نوريكم الشكل النهائي. كما كتشوفي درت كاس ديال سنيده وجوج كيسان ديال الماء، ودرت قشور الليمون اللي عصرت قبيله باش صايبت كاس ديال الليمون اللي صايبت به البسبوسه. هو هذا القشور ديالو عصرتها وخديت الماء ديالها درتو في البسبوسه، والقشور لحتهم في السيرو باش يطلقوا لينا النكهه ديال الليمون. كما كتشوفوا درت كما قلنا كاس ديال السكر، جوج كيسان ديال الماء، قشره الليمون، خليناهم يطبخوا مع بعضياتهم صافي. ها هو وجد غنطفي عليه دابا. ها هو السيرو ديالنا وجد اللي غنسقيو به البسبوسات ديالنا ملي غيخرجوا من الفران. خليكم معنا وما تنساوش ديما لايك، جيم، كومونتير زوين بحالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.